يقام في نفس التوقيت بين الطرفين، ولكن لقاء اليوم ليس له علاقة بالتأهل. نادي الوداد ب10 نقاط، زيسكو ب8 نقاط، الأهلي 5 نقاط، وأسك ب4 نقاط فقط. هذا اللقاء له أبعاد أكثر من 90 دقيقة للوجود في الكرة المصرية، سواء كان الزمالك الذي يبحث جاهدا لانضمام هذا اللاعب حامل القميص رقم 10 والمتواجد على دكة البدلاء، والأهلي أيضا في أخبار تبحث عن هذا اللاعب اللي لسه ما شاركش بشكل أساسي في لقاء اليوم. أول محاولة وفرصة على حدود منطقة الجزاء، ولكن علي معلول النجم التونسي المتواجد في التشكيلة الأساسية للنادي الأهلي اليوم قسوة كثيرة جدا على شريف إكرامي بعد هذا الهدف. الناس عندها حق ما عندهاش حق مش موضوعنا. ضربة ثابتة أحمد فتحي يلعب الكرة على الأرض، بصة والثانية تصل داخل حدود منطقة الجزاء، والبحث عن عرضية وهدف أول كان ممكن يأتي من عمرو جمال، ولكن تسديدة سهلة جدا من عمرو جمال، وكوفي حارس المرمى يستطيع أن يتعامل مع الكرة بشكل طيب جدا. الضغط كان متواجد داخل ال6 ياردة، لكن التحرك من الضربة الثابتة تلعب بشكل جيد. الباصة والثانية داخل حدود منطقة الجزاء كانت ممتازة جدا. انهاء الفرصة كان ممكن يتم بشكل اساسي مع الفريق. كرة طولية ملعوبة في اقصى الجانب الايسر، محاولة الان للتحرك في النادي الاهلي بصفوف، ولكن المساندة لم تأتي من الخلف بالشكل المطلوب. كرة طولية ملعوبة، ولكن يعني المتابعة كانت متمكن. باسم علي حتى هذه اللحظة بيتحرك في الخطوط الأمامية واخد راحته. حتى صبري رحيل الآن متحرك من الجانب الأيسر، والعرضية ملعوبة ولكن على أعتاب حدود ال6 ياردة. النادي الأهلي هو أخطر. النادي الأهلي في آخر مرة ليه اعتمد على كرات العرضية وتسديدة الآن ولكن سهلة. عمرو جمال بيطالب، يعني كانت الكرة اللي فاتت كان ممكن يكون فيها التمرير قرار أفضل من كده، ولكن السولية فضل التسديد في الكرة الأخيرة. عمرو جمال هو صاحب الفرصة الأخطر حتى الآن، ونكمل على الكرة الأخيرة. ترجع الكرة كالعادة أمارا ديابي يمرر كورته على مرتين، نجيب يقطع الكرة، باصة طولية ملعوبة. عمرو جمال تحت الضغط يستلم كورته تبعد عنه، ترجع الكرة من جديد لأقصى الجانب الأيسر. لأول مرة نادي أسك يعتمد في اختراقاته على الجانب الأيسر، وخطأ دفاعي كبير، ولكن يبدو أن التسلل موجود. طيب شيل قرار التسلل ده على جنب، شيل الراية اللي احنا شايفينها الآن من سواعلة الحكم المساعد الأول. سوء التغطية في اللقطة الأخيرة كان ممكن يكلف كثير للنادي الأهلي. تسلل، برضو التسلل في كلام. تسلل أيضا، سوء تنسيق في قلب خط الظهر بين سعد سمير ومحمد نجيب في اللقطة الأخيرة. في احتكاك في اللقطة الأخيرة، لكن كان ممكن يتيح الفرصة. باصة والثانية في أقصى الجانب الأيمن، باسم علي يستلم كورته، نيدفيد، باسم علي لنيدفيد، محاولة نيدفيد لوصول الكرة والعرضية ملعوبة على القائم البعيد، والهدف الأول يضيع. تسديدة سهلة جدا في اللقطة الأخيرة. النادي الأهلي كان قريب للغاية، يعني علي معلول ضم لجوه، قرب، سدد كورته بسهولة كبيرة جدا. كان ممكن علي معلول يضع الكرة بشكل أفضل. باصة والثانية، ترجع الكرة للخلف، محاولة التحرك الآن في منتصف الميدان. صبري رحيل أول كرة حقيقية الآن، عرضية، ولكن عمرو جمال لا يصل للكرة الأخيرة. تحرك بشكل مميز جدا، لكن التعامل مع الكرة الأخيرة لم يكن بالشكل المطلوب. صبري رحيل خد الجرأة أنه نفس الوضع، نفس الصورة، نفس الكادر. أحمد فتحي توصل له كرة من صبري رحيل، والمرور على أعتاب حدود منطقة الجزاء. لم يتعامل مع الكرة بشكل صحيح، ولكن أرضية الملعب لم تكن يعني بتساعد أحمد فتحي في اللقطة الأخيرة. باصة والثانية والثالثة ومحاولة الاختراق. نيدفيد على الأرض ملعوبة، تتقطع كرة، العودة للخلف. نادي أسك أنا جوع، ترجع الكرة في منتصف الميدان. باصة والثانية، لكن الضغط موجود والتمريرة الطولية. عمرو جمال كالعادة، شوف عمرو جمال على طول يستلم الكرة، لمسة واحدة يطلع واحد واثنين جنبه. ادي عمرو جمال منتظر التمرير. عمرو جمال على الأرض، وحشة جدا من عمرو جمال في اللقطة الأخيرة. كان ممكن المساندة اللي أتت من أحمد فتحي يتم استغلالها بشكل أفضل من كده. يعني عمرو السولية وأحمد فتحي الاثنين كملوا داخل حدود منطقة الجزاء. ترجع الكرة من جديد. أحمد فتحي
يترك الكرة أحمد فتحي. قال نصا: أحضرنا 3 مدربين أجانب ورحلوا بسبب الضغط الإعلامي، يول، جريدو، باسيرو. محمود طاهر قال نصا: رمضان صبحي تمارض ليضغط على الإدارة للموافقة على احترافه. محمود طاهر قال نصا: اللاعبين ضغطوا على الإدارة ليستعيد حسام غالي إشارة القيادة. إذن مجلس إدارة محمود طاهر نصا لا يحكم النادي الأهلي، ولكن الضغط هو الحاكم الآمر الناهي في النادي الأهلي. عندما يستجيب رئيس النادي لكل هذه الضغوطات في أول اختبار حقيقي له، ضربة ثابتة من الجانب الأيسر، كيف سيتعامل معها خط ظهر النادي الأهلي؟ كوسيفي أمامنا، تتلعب كرة سيئة جدا. الكرة الأخيرة ترجع الكرة ومحاولة معلول ما يبص في المساحة الفاضية بشكل جيد، ولكن نيدفيد لم يستطع الوصول للكرة الأخيرة. يستلم كرة عمرو جمال على مرتين، يقف على كرة بشكل عقلاني جدا، والعودة للخلف. باسم علي بصة والثانية، أحمد فتحي تحت الضغط يفوت ويعدي بقوة كبيرة جدا. أحمد فتحي تمريرة والثانية والثالثة والمرور، وكان ممكن يتحصل على شيء في الكرة الأخيرة، سواء كان علي معلول ولا أحمد فتحي. كافح بشكل جيد جدا أحمد فتحي، تحرك بشكل كبير، ولكن من 2007 حتى 2015 9 ألقاب، لم يتحصل سوى على لقبين فقط. أفريكا سبورت النادي الإيفواري الآخر يتسيد هذه الفترة، فقد الكثير من بريقه نادي أسك في الأعوام الأخيرة. والآن خطأ دفاعي آخر بتسديدة قوية. الأخطاء الدفاعية في قلبي خط الظهر بالنسبة للنادي الأهلي في التشتيت قد تكلف الكثير والكثير جدا. تشتيت الكرة في العمق من سعد سمير، والتسلل في الكرة الثالثة غير متواجد. سعد سمير ومحمد نجيب الاثنين تحت الضغط. نيدفيد صعب جدا الحكم يدخل اللاعب كونيه في اللقطة الأخيرة. نيدفيد واحدة والثانية تصل له بالصدفة. نيدفيد العرضية الآن، ولكن على القائم البعيد كان ممكن عمرو جمال متواجد، وأيضا بالإضافة إلى اللاعب علي معلول. كان صعب جدا التمرير لعلي معلول بهذه الصورة، كانت الزاوية مقفول عليه جدا. كان ممكن إشهار بطاقة وحيدة جماهير النادي الأهلي المتواجدة من أحمد فتحي متخصص الضربات الثابتة، في حين أن نادي أسك تحركاته كلها عن طريق اللاعب كوسوبي في الجانب الأيسر، ولا خطورة حقيقية لولا الأخطاء يعني المشتركة بين سعد سمير ومحمد نجيب في قلب خط الظهر. شوط أول مريح جدا، محدش واقف، كل اللي معهوش كورة بيتحرك، في تحرك جيد جدا من لاعبين النادي الاهلي. تصل الكوره طوليه، محاوله الان للسوليه، يستلم السوليه وسط اثنين، يعود للخلف السوليه بشكل جيد. محاوله الان علي معلول وسط اثنين، علي معلول يرجع للخلف تماما. حسام عاشور، يعني الكوره كانت صعبه على حسام عاشور، لكن تعامل مع الكوره بشكل جيد. محمد نجيب يعكس اللعب في اقصى الجانب الايمن. محاوله الان من باسم علي، شيب باص ملعوبه ولكن لا على التعيين. ترجع الكوره مره اخرى في منتصف الميدان. صبري رحيل، رمي التوى، حسام عاشور باصه الثانيه، صبري رحيل يلعب كورته تفوت وتعدي خط المنتصف. علي معلول وسط اثنين، يلعب كورته من جديد في المنتصف. السوليه، حسام عاشور، عاشور يلعب كورته على الارض. تدرج اللعب من الجانب الايسر للجانب الايمن مميز جدا للنادي الاهلي في اللقطه الاخيره، لكن الاتيه مع الفريق ايا كان في النادي الاهلي بجماهيره وفاء غير طبيعي، ايا كانت الظروف، ايا كانت الفئه اللي عملت مشاكل. النادي لا يقل عن اي انديه العالم في مصاف الانديه الاوروبيه جماهير، ولا تسديده على المرمى. شيء كويس، ما بنحسدش، تكمل كده حتى لو جت الكره على المرمى. احمد عادل عبد المنعم له الكثير من الثقه من جماهير النادي الاهلي. ركله ركنيه الان، الخوف من التغطيه الدفاعيه، تتلعب الكره على القائم البعيد، بعيده جدا الكره الاخيره، ومحاوله بناء هجمه سريعه، ولكن حتى هذه اللحظه الضغط اتى من مهان جوا. تصل الكره على اعتاب قدم منطقه الجزاء على مرتين، محاوله التشتيت، لكن شوف حسام عاشور وسط الضغط، شوف حسام عاشور وسط الضغط بصفه كبيره جدا يحافظ على كورته. لاعب تكتيكيا عالي جدا، اي مدرب يمتلك لاعب بقيمه حسام عاشور يمسك فيه بايديه واسنانه. ممكن يكون جماهيريا هذا المركز غير محبوب، ولكن
نجاندي تعامل مع الكرة بشكل مميز. ديابي يلعب الكرة من خلف المدافع